اهلا بكم في اكس اي الفيديوهات اللي بتناقش فيها معاكم عن اي حاجة ليها علاقة بعالم الكوميكس. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان النهاردة هنجاوب على السؤال: هل سوبرمان فعلا اقوى بطل خارق في العالم؟ هل سوبرمان يقدر يغلب جوكو؟ وفي البداية يا ريت اللي هيدخل يناقشني يسمع الفيديو لاخره، ويا ريت اللي معترض يسيب رأيه في كومنت ونتناقش مع بعض عادي جدا. ويلا بينا. في بداية القناة كنت عملت فيديو بعنوان هل قوة سوبرمان مبالغ فيها، وكنت بتكلم عن سوبرمان بس، لكن لقيت ان الكومنتات اصبحت ساحة معركة لحد دلوقتي عن هل هو اقوى ولا جوكو. وعلشان اكون صريح معاكم، انا مش متابع لجوكو ولا اعرف عنه معلومات كتير، واخر متابعتي ليه لما كان بيجي على سبيستون زمان، واخر حاجة فاكرها ليه كانت معركته مع فريزر تقريبا اللي قعدت حوالي 20 حلقة دي. لكن اكيد عملت بحث عن قوته ومميزاته وتعرفت عليه بشكل كافي علشان اعمل الفيديو ده طبعا. ولكن انا اعرف سوبرمان كويس جدا وتابعت حاجات كتير ليه، واقدر اتكلم من النقطة دي. والفكرة الأساسية هي إن الناس بتقارن نسخ متطورة جدا من جوكو بنسخة سوبرمان الحالية، وده يعتبر ظلم الحقيقة. لأنك لو هتقارن القوى المطلقة فأنا مش لازم أقولك سوبرمان سوت روبوت أو سوبرمان 1 مليون، لأن دول يعتبروا شخصيات تخيلية وظهورهم كان مرة واحدة أو مرتين بالكتير، اللي برغم إن مستوى قوتهم غبي جدا لكن أنا مش هحسبهم. انا هتكلم عن سوبرمان العصر الفضي اللي كان موجود لوقت طويل وكافي جدا كالسوبرمان الاساسي. الفكرة ان السوبرمان زمان كان معمول بهدف، والهدف ده كان انه يمثل افضل واقوى شيء فينا، وعلشان كده هما كانوا عاملين قوته كبيرة جدا بدرجة غبية. سوبرمان في الوقت ده ما كانش ليه منافس ومفيش شخصية تقدر تواجهه، والكتاب ما كانوش مهتمين يصنعوا اشرار اقوياء لمواجهته قد ما كانوا مهتمين بتصوير مدى تفوقه ومدى قوته وتأثيره على اي حاجة. قوة سوبرمان في الوقت ده كانت بلا حدود حرفيا، علشان هو بعطسة واحدة قدر يدمر مجموعة شمسية بالكامل. وده ما كانش اكتر حاجة مثيرة عملها في الحقيقة، بالعكس دي ممكن تعتبر ولا حاجة جنب اللي لسه هقوله دلوقتي. علشان سوبرمان العصر الفضي في احد المرات بدأ يطير بسرعة جدا للبحث عن سوبر جيم اللي كان معتقد انها طارت قدامه، ففضل يطير بسرعة وهو لسه مش شايفها، وفضل يزود في السرعة لحد ما طلع من المجموعة الشمسية، وبعد كده طلع من الكون بتاعه. ومن السرعة بدأت الأكوان الكاملة تبقى بتعدي جنبه زي الأشجار ما بتعدي جنب عربية ماشية بسرعة عالية، لحد ما سبيكتر طلب منه يتوقف. سوبرمان وقف وقال له أنا ما قصدتش ضرر لحد. سبيكتر رد عليه: أيوة، لكن أنت كنت ماشي بسرعة كبيرة جدا لدرجة إنك بدأت تكسر الحواجز بين الأكوان، وما تبقاش غير حاجز واحد فقط أخير، ولو كنت سبتك تكمل والحاجز الأخير ده اتدمر كانت كل الأكوان هتتدمر. وأيوة أنت سمعت صح، سبيكتر ما قالش الكواكب ولا المجموعات الشمسية أو حتى المجرات. سبيكتر قال إن السوبرمان كان على وشك إنه يدمر كل الأكوان وهو مش قاصد. ده مثال بسيط عن كمية الغباء في قوة سوبرمان في الوقت ده. من الآخر سوبرمان في الوقت ده ما كانش فيه حدود لقوته أصلا، هو كان بيمثل البطل اللي طاقته ملهاش حدود. على الناحية التانية جوكو زي ما انا فهمت بعد البحث عنه، لان اكيد مش هقارن بين الشخصيتين وانا معرفش عنه ما يكفي يعني، قدرت افهم ان جوكو بيمثل البطل اللي بيقدر يتخطى حدوده بالتحولات الغريبة اللي بيتحول ليها كل ما يواجه تهديد اقوى منه. وبالتالي تكون المواجهة بين اي نسخة لجوكو والسوبرمان هي مواجهة بين شخص بيقدر يتخطى الحدود بتاعته ضد شخص ما عندوش حدود اصلا. واكيد طبعا بالشكل ده هتكونوا متوقعين نتيجة المعركة دي. سوبرمان العصر الفضي طريقة كتابته كانت علشان يكون أقوى من أي حد ويقدر يغلب أي شخصية مهما كانت. ومش على مستوى القوى الخيالية فقط، سوبرمان كشخصية بتمتد قوته للعالم الحقيقي كمان. وفعلا بدون سوبرمان صناعة الكوميكس كلها وكل الشخصيات اللي بتحبوها دي كان ممكن جدا ما تجيلهاش الفرصة للظهور لينا بالشكل الرائع ده. شخصية سوبرمان من الشخصيات اللي مهدت وسمحت لصناعة الكوميكس تكبر وتنتشر، ودي ممكن تكون اكبر قوة لسوبرمان، اكبر حتى من قوته اللي بنشوفها في الافلام والكوميكس. وطبعا الفيديو ده مش تقليل نهائي من جوكو، في الاخر دي معركة بين شخصيات خيالية، كل واحد هيحب الشخصية اللي تعجبه ومن حقه يدافع عنها طبعا. وده بس رأيي انا الشخصي، ممكن تكون متفق معايا وممكن لا، فياريت اللي مش متفق مع كلامي يقول رأيه في الكومنتات ونتناقش بدون خناق عادي جدا، واللي موافق وعنده اي اضافة يسيبها في كومنت برضه. وبس كده، اتمنى اي حد عاجبه اللي بقدمه على القناة هنا يعمل لايك وشير وسبسكرايب. كان معكم احمد ايه، وكده كفايه.